نفختي قبل كده؟ لا خالص. بأمانة. بأمانة. اقسم بالله. طبيعي. الفترة الأخيرة دي ظهر حاجات غريبة قوي كده. عارفة لو بصينا هنا، طب بصينا هنا، طب بصينا هنا، هنلاقي حاجات نفخة. اوقات بحس ان الناس بقوا كرتون، يعني أيوة، نافخين ليه؟ بقوا مرسومين، ليه؟ عشان ما حدش راضي بنفسه، ما حدش راضي بشكله. كل واحد، لا انا تخينه عايزه ابقى رفيعه، لا انا ما عنديش خدود عايزه ابقى عندي خدود. كلنا بنبص لبعض، ما حدش راضي بحاله، ما فيش رضا. كلها بقت بتنفخ. نفختي قبل كده؟ كتير. بيتك. إيه الثقة دي يا ولية؟ هو كده. نفختي ايه؟ نفخت حاجات كتير قوي. كفايه ان احنا عاملين ننفخ في نفسنا لغايه لما خلاص. كلها بتنفخ. عمرك نفختي قبل كده؟ لا والله. طب ما فكرتيش تنفخي؟ ما فكرتش بصراحه. طب لو هتنفخي هتنفخي ايه؟ لا مش هنفخ حاجه بصراحه. هما اللي بينفخوا دول بيبقوا عاملين ازاي؟ عاملين كده. هو اللي بينفخ ليه؟ قله ادب، ما مش واثقين في نفسهم اصلا. قولي لهم. ايوه مش واثقين في نفسهم، بكلم بجد والله. اصل ربنا خلق كل واحد بشكل جميل، لكن حتى تلاحظ الفتره الاخيره معظم الناس اللي عملت عمليات تجميل او بوتوكس المواضيع كلها باظت. ايوه دي حقيقة. شكلكم انتوا كان شكلكم حلو دي اصلا. حقيقة. واخدة بالك يا اللي في بالي. كل ما امشي الاقي حد نافخ هنا هنا. انا بقى في واحد مش لام بتاع الكاوتش، بيبقى واقف تحت اي مهرجان كده مأجر بارتيشن تحت، كل اللي داخله تنفخ بقى على الرابع على الخامس. المهم مفيش حد داخل مش نافخ يعني. كله بقت حاجة غريبة. بينفخ من الزهق من القرف كل حاجه يعني. عاوز ايه؟ بينفخوا ليه؟ يعني بيبقوا شايفين ان كده هيبينوا نفسهم اكتر، بس انا من الناس اللي بتحب الطبيعي اكتر بصراحه. طبيعي يكسب. بصراحه. زي كده لما احنا نقعد نلبس دريسات ونحط ميك اب ونكلف في نفسنا، وفي الاخر تيجي العبايه ام 50 ولا 100 ولا 100 جنيه تكتسح. يعني انا كنت لسه منزله ستوري بعبايه، جالي في الستوري ده بتاع 5 6 عرسان بعبايه، ببقى لابسه دريسات وبتاع عادي. يعني ممكن الاقي مثلا مجاملات ومعاكسات عادي جدا، بس تخيل بقى العرسان قدموا لي على العبايه. انا قلت انا مش هكلف نفسي تاني. طب هما اللي بينفخوا ليه؟ حريه شخصيه. أنا ما اقدرش اتكلم ولا اقول اصلا اي كومنت وحش، بس كل واحد بيبقى شايف ان هو ممكن يكون عنده مشكله في شيء معين، او عامل له مثلا يعني خنقه شويه، فممكن يحاول يغير من نفسه، فهو بيحس ان هو مرتاح في التغيير ده. اللي بينفخش هنا شفايفه، مناخيره، خدوده. حاجات كتيره، بس احنا بنتكلم في الطبيعي ان الناس اصلا مش طايقه. انت بتنفخي. انا عندي طبيعي. كله بينفخ ليه؟ الفيلر اللي زاد. اللي بيحب الجمال دايما بيحب كل حاجه حلوه. الاهتمام بالنفس ده على فكره اجمل شيء في الدنيا، ان انا دايما على طول اهتم بنفسي، دايما بهتم بنفسي، بشرتي. على فكره ده نوع من انواع الرضا لما دايما بتبقى راضي عن شكلك، وثقه بالنفس، حاجات كتير. تنصحيهم بحاجة؟ ارضي بشكلك عشان بتبقي احلى، ارضي عشان احنا بنشوفك بالياتشو، مش واحده جميله. الجمال الطبيعه، الجمال جمال الروح، مش جمال الشكل. لازم اكون نفخه هنا ونفخه هنا عادي، حتى لو فلات هتبقي قمر بروحك الحلو.